عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نصوبوا بسطيله ديال الحوت وقلت نبارطاجو معكم لا غوسيط. عندي هنا كيلو ديال السمك الابيض اللي حيدت ليه اللي منقي كيف ما تيبان لكم. كنعصر عليه واحد الحامضه وغادي ندير عليه شويه الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر. وهاد الحامضه اللي عصرت عليه قطعتها وحطيتها هي فوق منه. كندخلوه الفران مسخن من قبل على 250 درجه، كنخليوه يطيب ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق. راه دغيا كيطيب البنات، ما تخليوش بزاف باش ما ينشفش لكم. غير كيبان لكم بانه تحل بحال هكا عرفوا بانه طاب. المهم انا حيدت ليه الماء اللي يطلق حصافت به باش نزيدو معاه الشرموله، وهنا الهبر كنحطهم هكا صاينين، ما كنحلوهمش لان مازال غادي ندير لهم الشرموله وغادي تحلوا. غادي نحطهم جانبا وغادي ندوزو باش نكملوا بقيه ديال المقادير. هنا بالنسبه للكروفيت انا حيدت ليه القشره ديالو ودرتها في هذه الكاسرونه، زدت عليها الماء وخليته هنا كيغلى باش انني غنرقد فيه الشعريه الصينيه. كيف ما تيبان لكم كنجيبوا واحد الطنجره اللي كتكون كبيره، لان عندي هنايا بسطيله غتكون الحجم كبير. كندير فيها تقريبا واحد 70 غرام ديال الزبده ومع كاس الا ربع ديال زيت الزيتون. المهم تيكونوا نفس المقدار، قد الزبده قد الزيت. وغادي ندوزو باش اننا غادي نضيفوا لها جوج وراق ديال سيدنا موسى. كنضيفوا ليها واحد البصله اللي شلطتها انايا رقيق، خصها فريمون تكون مشلوطه رقيقه البنات، لان باش هكا دغيا كتذوب وكتدبل ما كتبقاش باينه في البسطيله. غادي نخلي داك البصله كتشحر داك الزبده والزيت حتى كتبان لكم بانها بدات كتذوب وهكا كتهبط على هاد الشكل هذا، ما تخليوهاش تتحمر بزاف. هنا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال التحميره، كذلك هنايا سكينجبير طري معلقه كبيره، اللي عندكم العادي ديروا العادي، معلقه كبيره ديال العطريه ديال السمك. والهريسه انا درت معلقه صغيره لان عندي هذه حاره، كانت عندكم هذيك الحامضه ديروا معلقه كبيره. غادي نزيد عليهم حامض مصير وحده قطعتها مع اللب ديالها قطعتها صغير، كذلك واحد الراس ديال الثومه اللي محكوك كامل، وغادي نزيد عليهم عصير ديال الحامضه وحده. غادي نزيد كذلك زلافه صغيره ديال القزبر والمعدنوس. غادي نحركوا كلشي مع بعضياتهم حتى كيندمجوا كيف ما بان لكم. وغادي نزيد عليهم داك الماء اللي طلق ليا الحوت، الماء اللي خديت من الحوت، وغنبقى نحرك بالمهل حتى كيبان لكم الشرموله بان خدات اللون مغموق ولات كتعزل من الزيت ديالها، يعني بحال هكا وكتكون خاسره. غادي نزولوها، غادي نديروها في واحد الاناء اولا في واحد الكاسرونه، وفي نفس المقله اللي طيبنا فيها هي اللي غنطيبوا فيها، يعني ما غاديش نغسلوها، غنخليوها بحال هكا باش هكا نستافدوا من داك الشرموله اللي بقات فيها. هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزبده، تقريبا واحد المعلقه صغيره مع عمراش، نخليها حتى كتذوب وغادي نزيد عليها لي كروفيت. هنايا خديت انا لي كروفيت اللي تيكونوا ديجا مسلوقين كيتباعوا، تيكون الثمن ديالهم شويه رخيص على الاخرين. وغادي نزيد عليهم هنايا معلقه كبيره من داك الشرموله اللي صوبنا، وكنبقاو نحركوا دائما على النار عاليه. بالنسبه للكروفيت راه ديجا طايب، خصو غير يتشرمل. حتى الا بغيتو ما ديروش هاد الطريقه ما ديروهاش، يعني غير شرملوه وخليوه بلا ما تدوزوه فوق من البوطه لانه ديجا طايب، ماشي بحال اللي تيكون هكا اللون ديالو كريم. صافي غير كيبان تشرمل كنديروا في واحد الصفايه باش ينزل داك الماء ديالو كامل. كنردوا نفس المقله كنديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده، وكنديروا الكالامار حتى هو بنفس الطريقه. العافيه دائما كتكون عاليه باش ما يطلقوش لينا الماء، وحتى لا طلقوا الماء ماشي مشكل، كنصفيو كلشي من بعد. هنا غادي الكالامار ما كيبغيش يطيب بزاف، يعني 3 ديال الدقائق ماشي كثر. حاولوا عليه. هنا غنزيد عليه واحد شويه د الحامض لانه كيتواتى معاه، وصافي كنديو نجيبوه في داك المقله حتى كيبان ليا بانه طاب وتشرب داك العطريه ولا داك الشرموله. وكنزولو حتى هو كنديرو في واحد الصفايه لانه طلق ليا الماء بزاف. نفس المقله غادي ندير فيها ثاني شويه ديال الزبده. وهنا غادي ندير لي شامبينيون. انا استعملت المعلب، عندي نص كيلو ديال لي شامبينيون. بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا حتى لي شامبينيون طري ولا هذاك الاسود اللي متوفر عندكم. حتى هو غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الشرموله، وغادي نشرملوه كيف ما بان لكم. ما كنخليوهمش بزاف فوق من البوطه لان كلشي طيب، يعني الكروفيت عندي طايب، الكالامار هو اللي كان طاب وخدا غير 3 ديال الدقائق، وحتى لي شامبينيون راهم ديجا واجدين طيبين. غير كتشرملوا صافي وغادي نزولهم حتى هما، وحتى هما غادي نديرهم في الصفايه واخا ما طلقوش الماء باش كنتاكد بان حتى شي حاجه ما بقات ليا ليكيد فيهم. صافي في هذا الاثناء غادي ناخذ الماء اللي درت فيه قشره ديال الكروفيت، يعني من بعد ما غلا غادي نصفيها هي الاول، وغادي نرقد فيها الشعريه. بالنسبه للشعريه انا استعملت الشعريه ديال الروز، تقريبا نص كيلو ديال الشعريه اللي درت، وغادي نرقد فيهم الشعريه. غيبان لكم بهذاك الماء اللون ديالو شويه احمر. هذاك السوائل اللي طلقوا ليا الفواكه ديال البحر خديتهم وزدتهم على هذا الماء ديال الكروفيت، يعني الماء اللي سلقت فيه قشره ديال الكروفيت زدت عليهم داك الماء اللي طلق ليا الكروفيت وطلق ليا الكالامار وكذلك لي شامبينيون، باش هكا حتى شي حاجه ما كتضيع وكيتنسموا في نفس الوقت. صافي غادي نخليهم حتى كيترقدوا اولا حتى كتطلق مزيان. غادي نزولها حتى هي وغادي ندوز باش اننا غادي نقطعها. انا هنا راني ما درتش الكميه كامله لان الاناء كان شويه صغير، درت غير نصف الكميه
والنص الثاني خليته حتى من بعد. صافي هنا كيف ما بان لكم بعد ما ارتبط غادي نزولها حتى هي نفس الطريقه، غادي نديروها في الصفايه باش هكا ينزل من هذاك الماء ما تبقى عندنا حتى شي حاجه فيها شي حاجه ليكيد، لان البسطيله الا كان فيها الماء غادي يبدا تسقط علينا وما غتعاونناش وغادي تعذبنا. اللهم نحيدوا علينا ونصفيو كلشي باش هكا نتهناو. بعد ما نشفات من داك الماء كامل غادي ندوز نقطعها وغادي نشرملها حتى هي بنفس الطريقه. في نفس المقله كندير شويه ديال الزبده وغادي ندير الشعريه. انا الشعريه قسمتها عاوتاني جوج المرات لان كانت كثيره على المقله. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله وكنشرملوها، ما كنخليوهاش طيب، يعني غير كنحركوها دغيا دغيا وغادي نحيدوها من فوق من الطنجره. وغادي ندير الكميه الثانيه اللي عندي حتى هي بنفس الطريقه. هاد الشرموله يا البنات كتجي رائعه، عرفتي المذاق ديالها كيجي زوين بزاف، يعني ديروها في البريوات ديالكم لرمضان ان شاء الله. غير خزنوها عندكم لان فريمون المذاق ديالها كيجي بنين بزاف. صافي من بعد ما وجدت لينا الشعريه كيف ما شفتوا غادي نحط دابا كلشي باش غادي ندوز باش انني نشرمل الحوت هو اللي بقى ليا. هنايا غادي نزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله كيف ما شفتوا، وغادي نبقى نشرمل فيه هكا غير بالمهل بيديا. ما بغيتوش يتهرس، يعني حاولوا انكم ما تهرسوش، خصو يبقى هكا قطعه كبيره باش يجي هكا باين في البسطيله. صافي غادي نحطو جانبا. هنا كيف ما شفتوا انا الكلامر قطعته لان كان التقطيعه ديالته كانت غليظه بزاف، شريته هكا مقطع وحتى الحجم ديالو كان كبير باش هكا ما يجينيش غليظ في البسطيله. غادي ناخذ الشعريه الصينيه غادي نزيدها على داك الفواكه البحر كيف ما بالكم، وداكشي اللي بقى ليا ديال الشرموله غادي نضيفو عليهم حتى هوايا. غادي نزيد شويه ديال صوص صوجا. المهم صوص صوجا كنزيدوها وكندوقوا كيف ما شفتوا. انا الملحه ما استعملتهاش بصفه نهائيه. هنا عندي هاد لاصوص ديال المحار غادي نزيد فيها حتى هي واحد شويه كتعطي واحد المذاق زويون. ما كانش عندكم ماشي ضروري. المهم غادي نخلط وغادي ندوق. كان خاصني الملحه ما غاديش نزيد الملحه، غادي نزيد لاصوص صوجا اللي كتكون مالحه هي اللي استعملت انايا، هذيك اللي كتكون خفيفه. طبيعه الحال الحوت ما كنخلطوش معاهم، يعني كنخليوه جانبا لانه هو الاخر غادي نحطوه في الفوق ديال البسطيله قبل ما غادي نغلفوها باش هكا كيبقى باين لا في الشكل ديالو ولا حتى هكا من كياكلوا الناس كي هكا كيطيحوا في الهبر مقاد. صافي هنا من بعد ما تخلطات وكان المذاق ديالها هو هذاك ما خاصو لا ملح لا والو كنحطها جانبا. غادي ناخذ هنايا هاد لاباط ديال الفيلو. انا هنا في اوروبا كناخذها من لوكلير. المهم البنات اللي هنا من لوكلير، البنات اللي في المغرب استعملوا الورقه ديال البسطيله ما كاين ما احسن منها، هنا ما متوفراش. والحاجه الوحيده اللي كتجينا في البسطيله هي هذه الورقه ديال الفيلو. ما عنديش طبسيل كبير او لا بلا كبير اللي غيدخل الفران، عندي غير هذا الطبسيل بغيت باش غناخذ به العبار وصافي. حطيته درت فوق منه ورقه ديال الزبده اللي دهنته بشويه ديال الزبده وكنسف الورقه ديالي. بالنسبه لهاد الورقه فيها 12 ورقه، غادي ندير 6 لتحت وخليت 6 غنديرهم الفوق، ولكن راه ماشي كلهم غادي يهزوا ليا، يعني ماشي كلهم غادي نستعملهم. في الاخر ديال الفيديو غادي نقول لكم شحال من ورقه كيف ما شفتوا. درت الاولى، درت الثانيه، درت الثالثه، جايين مقابلين مع بعضياتهم وكندهنوا بشويه ديال الزبده. انا البنات في الورقه ديال الفيلو كنستعمل غير الزبده لانها كتعطيها واحد المذاق زوين وحتى القرمشه زويونه ما كتخليهاش ناشفه. الورقه ديال الفيلو مصوبه بالمايزينا، فاش كيدار ليها الزيت كتولي هذاك الدقيق ولا داك المايزينا كيكون فيها كيولي محبب، ملي كتاكلها كتجيكم حرشه في الماكله. الزبده كتواسى معاها مزيان كيف ما شفتوا. دهنت بشويه ديال الزبده ورجعت حطيت عاوتاني واحد الورقه، كل مره كنحط الورقه كندهن بشويه ديال الزبده. خايبه لكم راه بزاف ولكن راه هو هذاك العبار ديال الزبده اللي كندير، راه ما كنكثرش بزاف. هنا غادي نحط الورقه الخامسه وغتكون هذه المره في الوسط، يعني درت 4 الورقات لتحت والخامسه درتها في الوسط. عاوتاني غادي ندهن بواحد شويه ديال الزبده وغادي ندير عاوتاني غادي ندور عاوتاني في الجوانب. غادي ندير الاولى وغادي ندهن وندير الثانيه وندهن وندير الثالثه وندهن وندير الرابعه وندهن. كيف ما تيبان لكم كل مره كنحط شي ورقه كندهنها بشويه ديال الزبده وغادي نحط اخر ورقه هي اللي غادي نديرها في الوسط. وصافي هنا غادي نبدا نحط في الحشوه ديالتي، كنوزعها بالتساوي وكنحاول انني نقاد، يعني ما كنديرش بلاصه عامره بالكروفيت وبلاصه خاويه، يعني عيني ميزاني كنشوف كنحط وكنشوف البلايص اللي هكا خصهم كنزيد لها بالنسبه للكروفيت ولا كذلك بالنسبه للكالامار. البنات جداد اللي ما عمرهم صوبوا بالورقه ديال الفيلو يعني ما يبانش لكم بان راه درت بزاف ديال الورقه، راه فريمون الورقه ديال الفيلو رقيقه بزاف
وكتفرتت يعني كي كتقيسيها كلها كتهبط، يعني ما كتلقاي مازال ما تاكلي، كتولي كتاكلي غير في الحشوه. يعني بلا ما تخافوا غير جربوها بهذه الطريقه راه كتجي رائعه. صافي انا من بعد ما درت الحشوه بقى لي الحوت، غادي نستفو بهذه الطريقه كيف ما بان لكم. وسنبقى هكا الا بانت لي شي قطعه كبيره كنقسمها على جوج. المهم خصهم يكونوا دي طرونش باينين من الفوق، كنوزعهم بالتساوي كيف ما تيبان لكم. ومباشر غادي نزيد عليهم واحد رشيشه ديال الفرomاج غابي، كتبقى اختياريه يعني ماشي ضروري انكم ديروها، مي كتبقى على حسب الاذواق، كتعطي واحد الملوحه وزوينه هكا البسطيله ديالنا. صافي هنا غادي نبدا نلمط البنات. دائما كنعاون بالزبده، كنلمط الورقه ديال الفيلو، واخا تقطع لكم ما تخافوش منها لانها كتشمع غير كتنشف اولا كتدخلوها الثلاجه كتبرد كلها كتجمع. فاش كطيب بحال ما عمرها كانت مقطعه، يعني كتلصق مع بعضياتها ماشي بحال الورقه ديال البسطيله. اذا تقطعت لكم كيخصكم ضروري انكم تعاودوها. المهم كيف مشوا كنبدا باول ورقه وكنبقى نلمط حتى كنوصل لاخر ورقه اللي درت هي الاول في البدايه. ودائما الا بانت لي شي حاجه زايده راه كنزولها بطبيعه الحال، لان ما غاديش نزيد لها حتى شي حاجه اخرى مازال من الفوق، غنخليها غير بحال هكا. والحاجه اللي غادي نزيدها هي التزيين، يعني الطريقه باش غادي نزينها غادي غنبارطاجيها حتى هي معكم. بالنسبه للبنات اللي تقطعت لكم بزاف الورقه، يعني كانت مقطعه بزاف، دخلوها للثلاجه وخليوها تتشمع ورجعوا خرجوها وعاوتاني رجعوا غلفوها بالورقه ديال الفيلو. كنهضر على ورقه الفيلو. ورقه البسطيله كتكون شويه صعيبه وكيبان فيها الديفو، ماشي بحال الورقه ديال الفيلو. صافي هنا من بعد ما تلمطات مزيان وحيت كاع داك الزوائد اللي ما غاديش نحتاج ليهم، كندوز انني كنبلي، كناخذ الورقه كنديرها بالعرض ديالها وكنبدا نبلي بهذا الشكل هذا كيف ما بان لكم. ومن بعد كندير لها واحد الدهنه خفيفه وكنرجع نلمطها من التحت. كانت شي حاجه خصها تزول راه كنزولوها. غادي نعاود معكم. شوفوا كندير بليه وكندير البليه الثانيه من فوق منها، ومن التحت كنخليها بعيده، يعني الفوقانيه كنديرها كنقربها البليه اللي كانت قبل منها، والتحت كنخليهم هكا بعدين باش كتعطينا الدوره التحتانيه محلوله والدوره الفوقانيه كتكون مجموعه باش يجي الشكل ديالها زوين. صافي ولتحت كنلمطو. ولا كان شي حاجه زايده راه كنزولها كيف ما شفتوا. راه كنقطع غير بيديا باش تعرفوا بان راه ما كتخسرش، وفي الطياب ديالها كتعاون بزاف وكتجي زوينه في الشكل ديالها. صافي من بعد ما غنكملها غادي ندخلوها الوقت اللي غنحتاجوها، غندخلوها الفران على 200 درجه غير كتذهب لينا من الفوق وكنزولها لان ديجا كلشي اللي فيها طيب. انا هنا قدمتها مع دي سالاد وكذلك زينتها بشويه ديال الكروفيت طوماط سوريز شويه ديال الموتزاريلا وفرomاج غابي من الفوق منها وكيجي هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله مع دي فيديو جداد.